قناة خضر إسماعيل تقدم أمثالنا الشعبية، حكمة وحرية، حدوتة مروية قالوها الأجداد، فيها عبر وعظات، صورة وأسطورة، فيها كمان روايات. تعال واسمعنا، هتفهم المعنى وهتعشق الحكايات. أمثالنا الشعبية، إعداد وتقديم خضر إسماعيل وعلي عيسى. أستاذ خضر، مثلنا النهارده بيقول لقمة جاري ما تشبعني وقارها بيتبعني. نقول شرح المثل وما يؤخذ منه، وإذا كان فيه حاجة نصوبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبائي أعزائي أبنائي وبناتي إخوتي وأخواتي مشاهدية متابعية أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى مع خفة الدم المصرية، مع الدعابة واللطافة، مع الكلام الجميل، مع حكمة الأجداد، مع الأمثلة الشعبية، مع مثل بيقول لقمة جاري ما تشبعني وعارها يتبعني أو بيتبعني، يعني ما بيفرقنيش. عايز يقول إن لقمة جاري ما بتشبعنيش. هو المثل ده حاجة بجد بصراحة تخليني أقول إن أجدادنا سبقونا بجد، والله العظيم سبقونا في كل حاجة، سبقونا حتى في اللي احنا بنفكر فيه هيحصل لنا ايه قدام. وكلامهم اقول ايه، المختصر المفيد، حاجة كده. انا المثل ده ألفاظ قليلة لكن معاني كتيرة، مش معقول. المثل ده فعلا يا علي، بجد انا وقفت قدامه كده بضحك ومدهوش، ضحك مع دهشة مع تأمل، كله مع بعضه حاجة كده غير معقولة، غير معقولة. صياغة سحرية. ايه لقمة جاري ما تشبعني وعارها بيتبعني. وخد بالكو، جاري مسألة مش انا يمكن وانا بحاول اسمع كده مع نفسي قلت لقمة غيري، لا مش ما قالش غيري، قال جاري، وهو قاصد على فكرة. الكلام ده معمول قاصد. ليه؟ لان الجيرة فيها تلازم، ايه، فيها مقابلة، فيها وجوه في وش الوجوه باستمرار. وده بقى هتفهموه في المثل قدام. ليه قال جاري ما قالش غيري؟ ويقول لك لقمة جاري ما تشبعني. خدوا بالكم، المعنى هنا مش معناها انها قليلة، لا، مش معناها انها مش هتملي معدتي، لا، معناها حاجة تانية، حاجة نفسية، احساس نفسي. انت لما تكون بتاكل حاجة وانت خايف، او انت مستربع، او انت نفسيا مش مرتاح، ما بتشبعش خالص. ولذلك المريض النفسي بيفضل ياكل 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 ويتخن ويكبر ويبقى يحصل له سمنة مفرطة وهو مش حاسس. اهو بالظبط عامل زي لقمة جاري ما بتشبعنيش، مش عشان هي قليلة، لا، عشان في حالة نفسية عندي انا منها، في تحسب من اللقمة دي اللي هيديها لي جاري وهيمدي لي ايده بيها ليا نفسيا، هتبقى بالنسبة لي امر مزعج في المستقبل. كل ما اشوف جاري هفتكر اللقمة اللي قدمها لي، وهبقى في حالة خجل، وهبقى في حالة خزي، وفي حالة دونية، انا في مرتبة دونية قصاده. فلقمة جاري ما تشبعني وعارها يتبعني. ايه؟ مش عارها ورايا، لا، ده على طول بقى ايه، توالي، مطاردة فعلا يا حاج علي. المقصود بيتبعني دي هي المطاردة الملاحقة، بيلاحقني على طول باستمرار. طب تعالوا نتكلم بقى مع بعض بقى ايه على الجمل دي. لقمة غيري ما تشبعني وعارها بيتبعني بالطريقة دي. وخد بالك، ما تشبعني ويتبعني. شوف العملية فيها صياغة شعرية شوية، واخد بالك. وجاري بقى هنا بقى، احنا اتكلمنا في المثل من ناحية ايه؟ اللغة،
ناحيه الحبكه الكلاميه والصياغه اللفظيه وكده. هتكلم على المثل في صلبه بقى، في سلبياته وايجابياته. هل هو ايجابي المثل ده ولا سلبي؟ طب ولو هو ايجابي فين ايجابيته، ولو سلبي فين السلبيه بتاعته؟ هنا ده المثل من الامثله اللي فاكرين لما كنا بنتكلم قولوا ان الامثال انواع 3، في اللي بيجيب المشكله وملوش دعوه، وفي اللي يجيب المشكله ومعاها الحل بتاعها، وفي اللي بيجيب الحل مباشره. اهو ده المثل ده من الامثال اللي جواه سلبياته وجواه ايه؟ ايجابياته. الاثنين في سلبيه وفي ايجابيه. وعلى فكره في خيط رفيع قوي ما بين ايجابيات المثل وسلبياته، عايز دقه. وده بقى اللي بنتكلم عليه، على حكمه الناس دي وفلسفه الناس دي، انها ما كانوش بيرموا كده الكلام رامي، لا، الكلام لكل كلمه عندهم بوزن، كل كلمه عندهم بمقدار، حاجه مش عاديه يعني. فما بيقولوا لقمة جاري ما تشبعني وعارها بيتبعني. طب لو خدنا ظاهر المثل ده وسحبناه علينا، معنى كده ان احنا لا نتقبل حاجه من جيراننا. الله، يعني معنى كده ان احنا نقطع ما بيننا وما بين جيراننا؟ طبعا لا، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان الجار للجار، مش كده؟ اذا استعان بك اعنته واذا استنصرك نصرته. مش الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كده؟ وان مات شيعت جنازته. اذا في حقوق للجار على الجار. ايوه، في الشرع ايوه في حقوق للجار على الجار، بس في حاله برضه لازم نتكلم فيها، وان لابد تبقى العمليه عمليه متساويه. زي ما يديني اديله، زي ما يعطف عليا اعطف عليه، زي ما يقرب مني اقرب منه. واخد بالك من المعنى؟ لكن المثل بيتكلم على ايه؟ على اللي دايما ايده ممدوده بالاخذ وغيره ايده ممدوده ليه بايه؟ بالعطاء. المثل هنا بيتكلم على انك ما تبقاش دايما اخذ، ادي زي ما بتاخد، ادي على قد ما تاخد ادي. ده المثل عايز يقول كده، اخذ وعطاء. في حاله الاخذ والعطاء فالمثل لا يستنكف انك تاخد لقمه جارك، لانك انت هتديله لقمتك برضه. واخد بالك؟ يبقى في مقابل، لقمه قصاد ايه؟ لقمه. لكن المثل بيستنكف انك تبقى طول عمرك ايه؟ اخذ وكده. طب هل معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام ان العمليه طب افرض انا لا املك، وده احنا بنناقش مع بعض المثل، لان زي ما قلت لك المثل ده من قوته انه بيفتح لك مواضيع كثيره. طب معنى كده ان انا ما اخدش من جاري خالص؟ طب افرض انا في احتياج وجاري ربنا عطيه وهيديني وبرضاه، ما اخدش منه؟ لا، اخد منه، مفيش مانع اخد منه. بس في حاجه الناس فاهمه حاجه غلط، او هنا في المثل ده اتبنى على شيء خاطئ في عقيده الناس وفكر الناس وفهم الناس. ربنا سبحانه وتعالى ما بيجي يتكلم على العطاء ما بيننا وبين بعض من الجار وغير الجار بيقول ايه؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش كده؟ طيب، وبيقول كمان وفي اموالهم حق معلوم للسائل، وفي آية تانية بيقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن الموضوع ده موضوع حقوق. إذا المثل يعني إيه؟ أغفل هذه الحقوق، أغفل أن هناك أناس يستحق أن يأخذون ولا يعيرون بما يأخذون. ليه؟ لأن ما يأخذونه هو حق ليهم، بنفس النص ونص الآية بيقول وفي أموالهم حق معلوم اللي هو الزكاة، وفي الآية الثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وهي الصدقات، لأنها مش مقدرة هنا، مش جاي مقدار. لكن في الثانية حق معلوم يعني مقداره معروف اللي هو الزكاة، واخد بالك؟ ده معلوم. إذا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبعدين يجي بقى الآية العمومية الكبيرة يقول لك انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بمعنى مش مالكم، مش مالكم اللي انتوا بتنفقوا منه، ده مال استخلفكم الله عليه، يعني ربنا جعلكم قيمين عليه، لكن هو مش مالكم. اذا المال مال مين؟ مال الله عز وجل. فلما نيجي نتكلم على ان المثل اغفل الجزئية دي، اغفل جزئية ان انت إذا أخذت وأنت تستحق الأخذ يبقى هذا الأمر تعير به. لا تعير بهذا الأمر بنص الإله القادر الوهاب. هو قال كده، قال لا، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،
والناس الفقراء دول وبعدين هو قال في حديث قدسي ما معناه عن رب العزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. كده إذا العملية فيها حق. أيوة فيها حق. طب المثل اللي بيقول كده: لقمة جاري ما تشبعني وعرها بتتبعني. طب المثل ده نوديه فين ونجيبه منين؟ زي ما اتكلمنا على سلبيات المثل بأنه بيقطع تواصل حق الله من الغني للفقير، نتكلم برضو على المثل اللي بيدعو للإيجابية. وبيدعو زي ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف. إذن المطلوب مننا ان احنا نتعفف ويبقى لنا قدرة على الكسب ونكتسب بإيدينا ولا نعتمد على غيرنا. وده من إيجابيات المثل، انك تعتمد على نفسك وتعتمد على دراعك، وانك تعمل وتكسب قوتك من عرقك وبإيديك، وتبدأ انت تكسب بإيديك، وما تكونش من الناس المتطفلين ولا المتسولين. وخليك حتى الناس اللي رزقهم على قدهم، في القرآن الكريم يقول لك: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. خلي عندك نوع من أنواع التعفف والعفة، واطلب حقك بعزة الإيمان والعمل. فده إيجابيات دي من إيجابيات المثل. زي ما اتكلمنا على سلبيات المثل بنتكلم عن إيجابيات المثل، لكن يبقى هذا المثل على قلة كلماته خطير. يعني تخيل ان احنا بنتكلم في مثل 4 جمل، 4 جمل بالضبط، يعني 4 كلمات يعني. وخد بالك لما بنتكلم في ال4 كلمات ده عمالين نتكلم، هو داخلين على على ربع ساعة بنتكلم وما خلصناش كلام. وده زي ما بنقول ان دي الفصاحة ودي البلاغة، اللي انك ما قل ودل. هذا هو المثل اللي احنا بنتكلم عليه، الى اضافه الخفه بقى واللطافه اللي جوه المثل، اللي تجعلك تسمع المثل وتضحك وهكذا. لكن خد بالكم ان التشبيه، حكايه لقمه جاري ما تشبعني، الشبع ده مش مادي. عدم الشبع مش مادي، ده هو معنوي. شبع عدم ما تشبعنيش معنويا. ليه؟ لان هيبقى وراها تبعات، يبقى وراها تبعات ان انا دون جاري، اقل من جاري، وان جاري هو اللي فوقي وانا انا في متدني، وهكذا. ده معناها ما تشبعنيش، ان الشبع هنا شبع معنوي. وان عارها يتبعني زي ما اتفقنا انها هتفضل متبع. ليه بقى يا عم؟ قال لك لانه جاري كمان. خد بالكم، لانه جاري يعني ايه؟ يعني عيني في عينه باستمرار، شايفه رايح جاي قصادي، ف كده دايما بيحسسني بفضله عليا باستمرار. ده برضو بيتعارض مع قيمنا وديننا اللي بيقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فما فيش غضاضة ابدا ان يكون ما بينك وما بين جارك علاقة طيبة، ولا يكون ما بينك وبين جارك تكافل، ولا يكون ما بينك وبين جارك ان تتصدق عليه ويتصدق عليك. وزي ما اتفقنا: لا منا منه ولا مزل منك، ولكنها شريعة الله في خلقه. المثل على زي ما احنا بنقول كده، خدنا شوف ودانا فين وجابنا منين ومشانا ورا حاجات كتير جدا، وخلانا نتطرق الى اشياء كثيره، سواء في اللغه، سواء في المعنى، سواء في لطف العباره، وفي الحكم الشرعي والكلام عن الصدقه والمتصدقين وهكذا. الا ان في النهايه لا نسعنا الا ان نقول: ما اجمل هذه الصياغات، وما اجمل هذه الامثال، وما أجمل حكمة الأجداد التي لا يشبع منها أبدا. ما بنشبعش من هذه الحكمة، ودايما إحنا في احتياج إليها، سواء كان فيها بعض السلبيات اللي إحنا بنوضحها أو بإيجابياتها المعروفة عنها. إحنا محتاجين لسلبياتها زي ما إحنا محتاجين لإيجابياتها، محتاجين لسلبياتها عشان ما نعملهاش، ومحتاجين لإيجابياتها عشان نكترها ونفعلها في مجتمعاتنا. أحبائي أعزائي، كنت معكم في هذا المثل، أتمنى أن ألقاكم في أمثلة أخرى. متعكم الله دائما بالصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكرك يا استاذ خضر، ونتقابل مع مثل جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو يا استاذ. لحد كده يا صاحبي خلص الكلام
وخلصت الحلقة، ومعادنا لسه سوا في الحلقة الجاية، هنقول مثل تاني ونشرح المعنى ونحكي الحكايات. أمثالنا الشعبية، إعداد وتقديم خضر إسماعيل وعلي عيسى.